اتمرن على اي وضعيه، انزل الكرسي لتحت عشان استهدف اللي فوق العضلات العلويه، ولا اطلعه فوق عشان استهدف العضلات السفليه. يعني الوضعيه بتاعتي مش فقط ان انا بطلع بالمرفق وارجع، سفليه لازم ولا سفليه ولا علويه. الفكره كلها ان الجهاز ده علشان تشتغل عليه ليه وضعيه واحده فقط. لكل جهاز اتعمل لوضعيه واحده فقط. يعني اتعمل تشيست بريس، واتعمل انكلاين، واتعمل ديكلاين. هذه اسماء الاجهزه علشان كل جهاز يستهدف عضله. طب الوضعيه الصحيحه ايه؟ ان انا بشتغل تقريبا بتكون القبضه بتاعتي في المنتصف هكذا، ويكون وضعيه كتفي مستريح، ولا هو في مستوى الكتف ولا اعلى من مستوى الكتف، في وضع يكون الكتف فيه مستريح. تاني حاجه، الجهاز ده بيشتغل على كام عضله؟ بيشتغل على 3 عضلات. عضله رئيسيه البيكس، البيكتوراليس ميجور او الصدر، وعضله ثانيه رئيسيه التراي لانها هي اللي فردت المرفق او عملت للالبو اكستنشن، وعضله ثانيه هي اللي هي الثالثه. يعني في 3 مفاصل اشتغلوا: هوريزونتال ادكشن للكتف، وعملنا للتراي اكستنشن، وعملنا بروتراكشن للاسكابولا. هذا كلام علمي للي حابب يسمع الكلام العلمي. ندخل على الوضعيه هكذا. القبضه لقدام ثابته، المرفق نازل 45، ظهري ثابت للخلف، فرقت تنيت، وبفرد المرفق للاخر. مفيش مشكله خالص. الفكره كلها في طريقه الاداء، بتاعت التمرين هتبقى شكلها عامل ازاي. وانا بشتغل برضو الاسكابولا عندي من الخلف بتعمل بروتراكشن، بتتقفل. يعني لا، لازم روح الكتف يطلع معايا علشان اعمل كونتراكشن او اعمل انقباض عضلي كامل. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.